النهاردة الفيديو ناس كتير قوي او ستات كتير قوي مستنيينه، لان هم قاعدين في البيت ومحتارين يشتغلوا ايه من البيت. يشتغلوا في الخياطة ولا يشتغلوا في التسويق في شركة البيع المباشر، وهل ده مربح فعلا ولا دي شركات نصابة ولا ايه بالظبط الحكاية. طب يشتغلوا في الشغل اليدوي زي الكروشيه مثلا، ايه الشغل المربح ومجدي وفي نفس الوقت يكون مش متعب ولا مجهد. كل ده هقوله لكم النهارده عن تجربة سنين. انا في البداية جربت شغل الكروشيه. عايزة اقول لكم عن تجربتي انا طبعا، وكل واحدة ومقدرتها وكل واحدة وحبها وشغفها بالشيء. انا الى الان عندي الحب والشغف بالكروشيه، ولكن يعني مش شغل، حاجة ثانوية، حاجة لبيتي وعيالي، لكن مش شغل. ليه؟ لان وقت الشغل لما جربت كشغل، اولا مش مربح مقارنة بالشغل التاني بقى اللي هنتكلم فيه بعدين. ثانيا متعب ومرهق جدا جدا جدا، عيني ابتدت تتعب قوي قوي. ابتديت ظهري حسيته هيقوس، خلاص انا مش قادرة، يعني الموضوع صعب. ليل نهار انا ماسكة الابرة والخيط، بشتغل طول النهار علشان مثلا اعمل نص شال مثلا، فالموضوع يعني صعب. الشال بياخد 3-4 ايام، طب اخد مقابله ايه؟ انا كنت شغالة مثلا مع واحدة بالقطعة، انا اللي انفذ وهي بتبيع، مش انا اللي ببيع. فكان بيطلع لي مثلا في الشهر كله 100 جنيه 150 جنيه، ده لما بتبقى يعني ايه فرجت من وسع. حقيقي يعني كنت راضية، كنت راضية لان الشغل ده انا بحبه، انا بحب الخيط والابرة وعايزة اتعلم. وقلت بعد كده واحدة واحدة هبقى انا اعمل شغل خاص بيا، بس ما جاش ده، يعني القصة دي ما جاتش، وزهقت ومليت لان مش لاقية على قد تعبي، مجهود ضايع، مش لاقية المقابل، مش لاقية المقابل اللي يستحق يعني التعب ده. طيب في بقى الخياطة على قد برضو ما هي من الشغل اليدوي الممتع جدا والحلو قوي قوي، بس برضو الفلوس بتاعتها قليلة، يا إما لازم يكون معاكي راس مال عشان تعرفي تجيبي قماش وتبتدي إن انتي تبيعي بقى أطقم ملايات، مفارش، هدوم، تبتدي تنزلي تتفقي على زي مدرسي انت اللي هتختصي بيه، مدرسة مثلا معينة وهكذا. ولازم وحتما تشوفي اللي حواليكي الأول في خياطة ولا لا، وهل الخياطة دي أكفأ منك ولا لا. يعني بتدرسي الموضوع، يعني انت هتعملي مشروع لازم تعملي زي دراسة جدوى، ده حقيقي فعلا قبل ما تخشي في أي شيء. في برضو من الحاجات اليدوية والحلوة جدا زي الصلصال الحراري وزي الرسم، كل الحاجات دي للست من البيت. برضو نفس المشكلة، هتتعبي وهتلاقي المعاملة مع الناس وحاجات، يعني معاملة الناس دي بقى هنتكلم فيها بعدين. ولكن برضو مش اللي هتوصلك للألوفات. مش بحبط أي حد والله، بس الناس اللي شغالة في المهن دي يا ريت تقول تجاربها، يمكن أنا اللي فشلت في التجارب دي. طبعا أنا اشتغلت وجربت كل الحاجات دي، سواء شغل اليدوي أو في شركات التسويق البيع المباشر. وما يثير الجدل هي شركات التسويق البيع المباشر، ولكن في فاصل وفرق كبير جدا ما بين الشغل اليدوي وما بين شركات التسويق البيع المباشر. وخلينا نتفق على مبدأ ان مفيش شغل في الدنيا مفهوش تعب، مفيش شغل بيديكي ألوفات ومربح الا لما تكوني طفحتي الدم.
انت بتسعي وبتعملي اللي عليكي وبتبتدي تشتغلي، وبعد كده التوفيق من عند ربنا. اهم حاجة في كل اللي احنا هنقوله انك تدوري على الحاجة اللي بتحبيها. سيبك من حاجة اللي هتجيب فلوس. لو اللي هيجيب فلوس ألوفات وهتعمليه غصب عنك عمرك ما هتوصلي. خلينا بقى متفقين على الكام مبدأ اللي احنا قلناهم دول. نيجي بقى على الجزء المنتظر، وهو شركات التسويق بيع مباشر بدون ذكر أي أسماء لأي شركة. أنا جربت بصراحة شركة واحدة لمدة 5 سنين وما زلت ولكن أعتبر حاليا متوقفة بقالي بتاع حوالي 1.5 سنة أو 2 سنين، ولكن ما زال المرتب بيجي، وهقول لكم ازاي. أنا متوقفة ولكن في مرتب، ومرتب كويس على القد، مش زي ما كان بيطلع لي الأول، ولكن دلوقتي الحمد لله برضه. طيب اللي حصل كالآتي: أنا طبعا بعد ما يأست من كل التجارب الفاشلة اللي فشلت فيها، ولكن كنت الحمد لله متمكنة من كل شيء، ولكن فشلت كتجارة أو إن أنا أسوق لنفسي. نيجي بقى ابتديت ازاي؟ ابتديت أدور على النت، والطلب مني ان انا اعمل اوردر وبتاع وتشتري منتجات وهكذا عشان تتعرفي على المنتجات. انا اصلا وقتها ما كنتش اعرف ايه الشركة دي، بتبيع ايه اصلا. ابتديت اتعرف وعرفت المنتجات وتمام، عجبتني حاجات، قلت اجرب اشوف. دفعت مبلغ رمزي، مش مبلغ يعتبر بصراحة، قصاد اللي اخدته بعد كده منها كتير كتير كتير، وما كنتش اعرف ابدا ان انا كان ممكن اوصل للمرتبة دي او للمبالغ دي. ده كان شيء مستحيل بالنسبة لي، بس مفيش حاجة مستحيلة على ربنا لان الواحد تعب. انا استفدت كتير جدا منها خارج نطاق الشغل، بالذات من معاملة الناس. معاملة الناس دي ادتني خبرة كبيرة جدا في الحياة عموما. اولا انا كان مقفول عليا قوي، ما بتعاملش مع حد، ما بكلمش حد، ما فيش اي حاجة خالص. الاول كنت بتلجلج في الكلام، وبعد كده لما ابتديت اتكلم واتناقش واشرح لقيت الموضوع حلو. لما حصل ضربات من ناس معايا في الشغل وكده ابتديت افهم ازاي اتعامل، ابتديت اعرف اعمل ايه، ازاي اتصرف، ازاي احل موقف. ابتدت دماغي تشتغل بدل ما كانت هي مركونة وواقفة بصراحة. ده اللي اتعلمته منها خارج نطاق الشغل. لكن في البداية انا بعد ما اتطلب مني الاوردر واستلمته وتمام وخدت البروموشن واللي هو الكتالوج، وبعد كده اتطلب مني ان انا اشتغل تسويق. قلت يا جماعة انا معرفش حد اصلا عشان اسوق. طب لا قرايبك مش، انا ما عنديش قرايب، اخواتي مش اكتر من كده. اللي مش عارف مين الجيران، ما اعرفش حد. فطبعا انا كواحده قفلتها لهم، لا اعرف حد ولا ليا قرايب ولا ليا جيران ولا اي حاجه، ما خلاص صرفوا بقى. فالمهم القياده اللي فوقي هي بتبقى زي ناس فوق بعضها كده زي شجره، وعلشان خاطر بس ما حدش يقول لي حلال او حرام، انا مصليه صلاه استخاره قبل ما ان انا ابتدي الموضوع، والحمد لله الموضوع مشى. ولما كان حصل دروب في الاول هحكيه لكم برضو، صليت صلاه استخاره تاني والحمد لله قمت من النوم لقيت الصفحه اشتغلت تاني ولقيت فيه تفاعل وناس وهكذا. المهم قالوا لي طيب في حل تاني، انك انت تشتغلي تسويق من خلال النت. ايه؟ اعملي اكونت على الفيس واعملي صفحة وابتدي اشتغلي عليها وكده، واحنا هنديكي الصور وهنديكي مش عارف ايه وهنفهمك وهناخدك واحدة واحدة وهكذا. تمام، عملت ده ونفذته. وطبعا انا لا كان عندي اكونت ولا كان عندي فيس،
ولا كنت يعني ليا صلة خالص بالحاجات دي أساسا، واتعلمت واحدة واحدة. عايزة أقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله بقيت بعلم بعد كده الناس إزاي يشتغل على السوشيال ميديا. فالموضوع بجد كان ممتع بالنسبة لي، وكان حاجة غريبة. اتفاجئت من نفسي إن أنا بعرف أعمل الحاجات دي. اتفاجئت من نفسي إن أنا ابتديت أتعلم، وإن أنا ابتديت أعرف وأتعامل مع الناس واختلط وهكذا يعني، وأحل مشكلة وأفكر. إيه ده شيء فظيع كان بالنسبة لي يعني. واكتشفت إن في ناس كانت زيي برضه، ستات زيي كتير، مش أنا لوحدي اللي كده يعني. المهم أول شهر لقيت مرتبي 11 جنيه. تاني شهر طبعا 11 جنيه ده اللي هو يجيبوا باكو بسكوت والبان ولا حاجة. تاني شهر كان مرتبي حاجة و70 جنيه تقريبا. تالت شهر كان 100 وابتدى بيتدرج بعد كده. بعد أول سنة ل1000 جنيه. طبعا هو كان المفروض قبل السنة، لأن أنا قعدت بتاع حوالي شهرين أو 3 لما لقيت المرتب مش اللي هو يعني في ال500 وال600 وكده، قلت لأ بقى أنا هفضل لحد إمتى 400 و500 و600؟ أنا كده مش بوصل لل1000 حتى، وأنا قربت على السنة ومش مكملة. فالمهم فضلت أجرب. عايزة أقول لكم إن أنا قدمت على الكول سنتر ومش عارف إيه، لقيت اتنصب عليا، وقدمت على كذا شغلانة واتنصب عليا. الحمد لله أنا أكتر واحدة اتنصب عليها. أكتر واحدة اتنصب عليها. المهم رجعت تاني للشغل لأن ما لقيتش زيه. قبل ما أكمل ما تنسوش اللايك والفولون والسكريبت، وفشروا الفيديو في كل حتة عشان الناس تستفاد، بالذات ستات البيوت أو الأمهات. بعد ال1000 دي بقى اتحفزت جدا، خلاص بقى أنا بقيت باخد 1000 جنيه. ياه، طبعا 1000 جنيه من حوالي 6-7 سنين دي، أو من حوالي 6 سنين مثلا، كان مبلغ وقدره قبل تعويم الجنيه بقى. أنا مش عايز أطول عليكم، بس بحاول أقول لكم تفاصيل والله عشان يعني الناس تفهم الدنيا ماشية ازاي. بعد كده الحمد لله ابتدى يبقى تحت مني ليدر، وبعدها تحت مني بردك ليدر تانية وهكذا، وابتدت مجموعتي تكبر وابتدت الناس تعرفني. بالمناسبة اللي حببني في الفيديوهات هو الشغل ده، لان انا قلت لا انا هشتغل بطريقة اليوتيوب، وما كنتش اعرف ان في فيديوهات بتتعمل على الفيس اساسا. ما كنتش اعرف غير اليوتيوب ان ده بتاع فيديوهات. فابتديت فعلا اعمل قناة على اليوتيوب، وابتديت اشتغل عليها، والقناة كبرت، وابتدى الناس فعلا يعرفوني وهكذا يعني. لحد ما حبيت الموضوع الفيديوهات ده من خلال الشغل ده بس. وابتدى شغلي كله بقى يوتيوب مش فيسبوك. وعلشان اقعد اشرح للناس ازاي انا ابتديت ويشتغلوا فيسبوك زيي، والموضوع كان مجهد ازاي، وان هم يتقبلوا ان في شغل مجهد ومتعب وعشان خاطر ياخدوا فلوس، ده كانت حاجه صعبه جدا. لان اكتشفت ان ناس كتير او ستات كتير عايزين الحاجه كده، يعني عايزين المرتب او الفلوس يجيلهم بدون مجهود او تعب. ازاي يا حاجه؟ لا هو كده، انتوا قلتوا بدون راس مال وبدون مش عارف ايه وبدون. تمام، احنا قلنا بدون راس مال، بس ما قلناش في شغل من غير تعب، في شغل من غير مجهود، في فلوس وانت قاعده حاطه رجل على رجل. دي مش هتحصل عمرها يعني. حتى البنات الشباب يعني اللي هم لا مخطوبين ولا متجوزين وعايزين الحياه كده فلوس وبس. المهم اختصارا اشتغلت وكبرت والحمد لله، وتوقفت من حوالي سنة ونص 2 سنين، لاني ما قدرتش اكمل من المجهود والتعب بتاع الناس. يعني انا مليت من الجزئية دي، وده عيب فيا. من جزئية ان انا اقعد اتواصل مع الناس واشتغل وافهم دي مخها ايه ودي ادخل لها ازاي وافهمها ازاي.
والمعلومة ما وصلتش مرة واتنين وتلاتة، اوصل لها بطريقة ابسط وابسط وابسط، وهبسط اكتر من كده ايه. فالمعلومة بحاول اعمل لها سكرين شوت. يعني في ناس قابلتها من النوعية دي فتعبت جدا. الموضوع مجهد ومتعب. على قد ما هو كان مديني فعلا مبالغ، وصلت لأكتر من 5000 جنيه، وخدت شيكات وخدت هدايا، وسبحان الله الهدايا اللي كان نفسي فيها وكان في هدية جت كده، يعني يعتبر من غير ما ان انا ابذل مجهود كبير. هي سبحان الله هي جت كده، وهدية كان نفسي فيها قعدت كذا شهر احاول فيها. في شهر منهم يعني من غير بقى ما اتعب خالص جاتلي. كان في كذا شهر تعبانه، لا في الشهر اللي انا ما تعبتش فيه جاتلي. سبحانك يا رب، يعني ربنا عوضني التعب بتاع الشهور اللي قبلها. يعني لا وصلت لمرحله كويسه جدا. المهم حصل دروب من الشركه نفسها، وبعدين انا مليت يعني من ناحيتين. الشغل انحدر جدا وقل وهكذا. طبعا ما شاء الله هي دلوقتي في حته تانية، الشغل كويس جدا فيها، ولكن بعد ايه بقى، بعد ما انا كنت يعني خلاص خدت القرار ان انا لا تعبت مش قادره. في الفتره بقى اللي حصل الدروب ده دورت على شركه مماثله ليها، ولكن اسعارها يعني ما يعلم بيها الا ربنا. يعني بتاعت فئه معينه من الناس وقله قلائل من المجتمع. يعني الشركه اللي انا كنت فيها دي كانت شركه الغلابه، فكله بيشتري. لكن الشركه التانيه دي فئة معينة لازم اتعامل معاها. دي حاجة. الحاجة التانية ان اسعارها غالية جدا فمش مناسبة للجميع. ثالثا شروطها كانت صعبة قوي. كأن انا بشتغل، انا ازاي هجيب المبلغ ده كل شهر عشان اقبض؟ يعني انا علشان اقبض لازم اشتري منتجات قد كده حتى لو هجيب اعضاء. ازاي يعني؟ طب التانية كنت بجيب اعضاء بدل من ان انا اشتري منتجات، دي سهلة. لكن اجيب اعضاء واشتري منتجات بمبالغ، طب انا داخله ادفع ولا داخله اخد؟ اصل في مش عارفه هديه، هتاخدي هديه ايه بعد مش عارفه ما توصلي لفين لو وصلت لها اصلا. ففضل الموضوع ده كده في دماغي. في مغريات كتير، في سفريات، في مش عارفه هديه ايه، في واحده خدت ايه، في واحده مش عارفه عملت ايه، عربيه ايه وبتاع. تمام، انتوا حرين، انتوا عارفين الفئه دي من الناس وشايفينها كتير، الله يبارك لكم. لكن انا لا. في نص بقى الرحله برضو اللي هي اول ما حصل الدروب بتاع الشركه، كان في بقى شركات جديده فتحت على حس الدروب ده، وحاولوا ان هم ياخدوا القيادات بتاعه الشركه اللي هي بتاعه الغلابه دي، وبعد كده فشلوا برضه. ده الطبيعي لان هم يعني ابتدوا بدايه غلط، فلازم ان هي تكون غلط. وما كم يعني يعتبر ما اشتغلتش فيها ولا كملت فيها، ودخلت اللي هو اشوف بس الدنيا فيها ايه. انتي قسمي وقتك وشوفي يومك، ولو فعلا انتي عايزه تكسبي وعايزه مبالغ فعلا. انا مش بعمل اعلان لاي شركه ولا بموت شركه وبصحي شركه ولا بعمل اي حاجه. انا بقول لكم تجربتي اللي هي من سنين اصلا، واللي هو انا مش شغاله فيها اساسا دلوقتي. انا شغاله، يعني مرتبي شغال، لكن انا مش شغاله، لكن المرتب شغال. ده جه ازاي بقى؟ ده جه لان انا كان مجاميعي كتير، فبعد ما سبت يا دوب بعمل النقاط الشخصيه اللي مطلوبه مني فقط، وبيجيلي اللي هو احتياجاتي الشخصيه. يعني انا بطلب اوردر احتياجات بيتي الشخصيه، وبعد كده بيجيلي المرتب من خلال الناس دي اللي انا تعبت معاهم سنين فهمتهم. انا بقول لكم التجربه دي ليه؟ لان ناس كتير بيقولوا اصل دي نصب، اصل دي مش عارف ايه، اصل لا انا هنا هتعب، لا اصل هنا مش عارفه هعمل ايه، طب عيالي فاللي عايزه اختصره واقوله، لو انت فعلا محتاجه الفلوس اصبري.
لان مفيش مشروع في الدنيا سواء لراجل او لست او لاي مشروع في العالم كله اديله سنة، ادي لاي مشروع سنة، وقبل اي مشروع اعملي دراسة جدوى. ولكن احنا بنقول ليه الشركات دي؟ لانها بدون راس مال، يعني انت يا دوب بتدفعي فعلا مبلغ رمزي. انت لو جبتي فعلا والله العظيم عن تجربة، انا لما جبت خيوط وكده، البقرة الواحدة بحاجة و20 جنيه. البقرة دي عمرها ما هتعملك غير يا دوب حاجات بسيطة جدا بتاعت بيبي حديث الولادة، هتبيعيها مش هتلاقي المبلغ، ولو عرفتي تبيعيها كمان. في الخياطة انت وشطارتك، لو انت كفء هتشتغلي، لو معارفك كتير ومفيش في منطقتك خياطة تانية بنفس كفاءتك وأقدم منك يبقى انت تمام. فهو الموضوع دراسة جدوى. شوفي انت بتحبي ايه برضو، لان كل ما هتحبي الحاجة كل ما انت هتبدعي فيها. ولكن انا بقول الموضوع ده علمني مهارة الكلام والتعامل مع الناس. ابتديت فعلا عيني تتفتح ازاي اتعامل مع الناس دي، او في نوعية من الناس كذا وفي نوعية من الناس كذا، وان احنا مختلفين في كذا وفي كذا وفي فكر بالطريقة دي. ده ما كانش عندي ولا كان متاح في دماغي اصلا، بعيدا عن الماديات. يعني لو هنتكلم عن الماديات فهي الماديات بتيجي بس واحدة واحدة في اي مشروع. اوعي تفتكري ان اليوتيوبر بتوع السوشيال ميديا او ان احنا ده كده فانا بعمل الفيديو ده وباخد فلوس على طول. لا، مسافة ما الناس دي بتطلع وبتعمل فيديوهات الناس دي بتكسب. لا، الموضوع مش كده خالص، والموضوع لازم بتديله سنة عبال ما ان انت توصلي وتثبتي نفسك، ويمكن اقل من سنة لو انت فعلا شاطرة. خلي تعاملك مع الستات بس وتكون مع حد شاطر. لو هتتعلمي الخياطة او الكروشيه او كده يبقى مع حد شاطر. حتى لو بتدوري على اليوتيوب على فكرة بتدوري على اشطر حد تتعلمي منه، من اسهل حد عشان تعرفي منه المعلومة كويس عشان تثبت في دماغك. اللي بيديك المعلومة الزيادة وبكرم ما يبخلش عليكي. مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، بس لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ياريت اللايك والفولو والسكريبت، وتفشروا الفيديو في كل حتة عشان يوصل لكل الناس ويستفيدوا زي ما انتوا استفدتوا.